كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا كلنا. طبعا محدش فينا هيعمل دايت الشهر ده، وما يصحش برضه نسيب الديك الرومي بتاع العزومة ونفكر نخس ازاي. انا بقى جاي اقول لك ازاي تخسي 3 كيلو في رمضان من غير دايت. الطبخ بطريقة صحية من اهم الحاجات في طريقة عمل الفطار، واياكم والوجبات السريعة، لان دي في حد ذاتها كارثة. بلاش نفطر على مية ساقعة، ونحاول ان احنا نفطر على مية عادية، ويفضل كوباية تمر باللبن، وبعد ما نشربها ما ناكلش على طول. نروح نصلي المغرب الاول وبعد كده نرجع علشان نمهد لمعدتنا ان ده وقت الاكل، وعلشان نتجنب عسر الهضم. لازم يكون في طبقين اتنين مهمين ما نستغناش عنهم وقت الفطار: الشوربه والسلطه. وبلاش نجري على طول على صينيه الكنافه بعد ما نخلص الاكل. لازم نفصل على الاقل 3 ساعات ما بين الفطار وما بين الحلويات. وبلاش كل يوم ان احنا ناكل حلويات، ولكن ممكن نستبدل الحلويات بالفاكهه. ولو جوعنا ما بين الفطار والسحور ممكن ناكل سناك خفيف. ولو انت عايز تضمن ال3 وجبات بتوعك فده حقك، ولكن يفضل ان انت تسيب من 2 ل3 ساعات ما بين الوجبه والتانيه. طبعا مش هوصيك على شرب الميه، ودي اهم حاجه، فلازم ما بين الفطار والسحور تشرب ميه كتير. وبلاش تبدل الميه بالسوائل المسكره وتعمل ناصح، لازم تشرب ميه بيور. وحاول تبعد عن الحاجات اللي فيها سكر كتير في المشروبات زي الكركديه وقمر الدين والخروب والسوبيا. وطبعا علشان نقدر نصوم بشكل صحي بلاش ان انت تفوت وجبه السحور. لازم السحور يكون فيه بروتين كتير زي الفول وزي الزبادي، وحبوب كامله زي العيش، وما تنساش ان انت تاخد ثمره فاكهه. في العاده الرياضه في رمضان بتكون صعبه، بس على الاقل حاول ان انت تمشي ساعه في اليوم قبل او بعد الفطار. فلو اتبعت النصايح اللي انا قلتها اضمن لك باذن الله ان انت هتخرج من رمضان خاسس 2 أو 3 كيلو. وكل سنه وانتم طيبين.